العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول بداية أو كيف وصل الأمر إلى الحرب بين المسلمين، ونحن نسميه غزوة بدر الكبرى. تاريخ وقوعها كانت الغزوة في شهر رمضان 17 من شهر رمضان 13 مارس لعام 624 ميلادية. برايد عزيز أميرو بحثا دسبيكا حربا بدري بكن. حربا بدري أن حربا مازنا كد عولا مازن أن عول أبا مازن كد نابرا بسلمانا وكافري مكيدا تشيبو. حتى كان نابي مازن خدا عز وجل الفي دانية دبي روجا فرقان حق وباطل جهف قتيا، يعني اف نابي هانج خدا لده يوم الفرقان دبي جه حق وباطل جهف قتيا، حق بسر كت باطل كت بني. ان حرباكو ان بيجن خدا عز وجل بكيف خوشي بحثاويت كو مسلمان كيف خوش بون ونابي مسلمانه بشكل كي خوش بلابو، يعني جسارت قرت المسلمانه جسارت كي خوشات مسلمانه حربا بدريه. امي انا بحثاوي بكن حربا بدري كان قد سبيكر ده حفظه مها رمضان ده حفظه شوي ما جو سه تشتي بر مهم ده مها رمضان ده دست بكرن يك عفوا ده صالح هجري ده يك جوانج رمضان فرض بو هجا رمضان فرض نبيه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو کافرا کتو او سالا کته ده رمضان فرض بو اف حربا هانی دوی حربه ده دوی رمضان ده چه بو، يعني معنا فياجي چقاسا حرب هبه چد به برا به حیات اسلام دوام که يعني بو رمضان دیاد مال خدا ناکبم خو جهاد بتی هر جهاد خلاص امر خدا دوام که، يعني عبادت خداش مد خوازه بوان عبادت حیات منا ده سکنان دوی حیات چه دوام بکه. يعني اجا افشار هانه روجا حفظه مها رمضان حفظه وده حرب دست بکر شر هانه چه بو و كد ام لغورا ميلادي بيجن قلندر حضرت عيسى 13 ماه 3 مارس كم جرات بيجن 13 ويدا سال 624 ميلادي، يعني ميلادي يعني تشبون حضرت عيسى ميلاد ابا، يعني لويس راستي ويته. اما انا بحث بكن كاف دسبيكا شرچا وبيران خلاص ناكم بلكي بيدا حفتاج مبخازه لورا بدايات هاي مهمه، يعني افشار هاني تشوا دس بكر وحتى كي جاري تشو. طبعا اولا الرسول صلى الله عليه وسلم خلال السنتين الأولى كان يتابع أخبار المشركين ويحاول أن يستولي على أموالهم، أموال المشركين مكة فقط. الحرب أولا كان بين المسلمين ومشركين مكة، الأخرى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعقد الاتفاقات معهم ويعمل الصلح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتابع أخبار المشركين. وقلنا قبل أسبوعين بأنه سمع بخروج قافلة من قوافل المكة من مكة إلى الشام، حاول أن يلحق بهم ففاته القافلة، فهذه هي القافلة التي عاد من الشام إلى مكة. فرسول صلى الله عليه وسلم سمع بهذا ونادى للمسلمين وقال علينا أن نذهب ونلتقي بهم ونأخذ أموالنا منهم، لأنهم باعوا أموال المسلمين في مكة، قالوا استونا عليهم باعوا الأموال وما كانوا يملكون، فأخذوا طردوهم من مكة أو هاجروا واستولوا على أموالهم، فبدأوا يتاجرون بأموالهم، فأموالهم كانت كثيرة وكله في قافلة. القافلة كانت بقيادة أبا سفيان، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع بخبرهم قال للمسلمين أموالكم قد باعوها والآن في الطريق إلى مكة، فعلينا أن نقطع الطريق عليهم. فجمع المسلمين دسبيكا فيها تشاوبود ده حفظ برته بيرا وما قو پیغمبر صلى الله عليه وسلم جو مسلمان را دقو بني كافره مكي مال مجي فروتون تشتكي منيشتن وهدفها پیغمبر عول پیغمبر نیار خو کم کر دوستا زیادت کر هر کسی را دو گو نیار ما مشرک مکین ازوا اموان نیاری هبن لورا اوان مسلمانات کش برای مسلمانادان ظلم الوانت کرن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هدفه ويا عول دقو ام دكارم بشكل كيفانا بترسين انت هديد لكن بلكي عقلي وان ورا سريوان تهديد وانا مازنجي دقو ام مالش دست كاروان ريوان تجارته بكرن. اجا جارا داوي كل صحابه و پیغمبر دركتن گو ابو سفيان كاروانه كي مازن مال به شامه دفروشن هابين وزبستان چون دهاتن دركتن نگشتمان وانا خلاص بون
لورا حدودك مسلمان رجعوت نكاري بيج دنيا تفتت كده هاري حدودك يعني بيجن 5 كيلومتر 100 كيلومتر كيتاهي دوی مسافه هانه دا مسلمان کارن کنترل بکن گاواش 200 کیلومتر در که باش کنترل مسلمان درته یعنی مسلمان نکارن به 200 حب انسانی حتی شامه هرن حتی یمن نکار حدوده کی جواره هيا مسافه کی نزدیک مکه و مدینه هيا ور حاصل نگشتنوان اف کاروانه هانه فلتی خبره کا تجاره قادش پیغمبر هات بلکه بجن خبر چواش پیغمبر هات پیغمبر نکت بو خو استخبارات مسلمان هبو کافر جی استخبارات آن هبو آنجی توبت کرد یعنی استخبارات bilgi معلومات زانا توبت کردن پیغمبر جی چه هيا چتنه جارکاتی تیسا خبرش پیغمبر هات استخبارات مسلمانانی گو والله کاروان ابو سفیان واد زفر شامه چو فروتو مالکی دنی آنی قافله کم نازل مالکی پر تداهه او دوی مال هانه داش مال مسلمانات هدایه وانا مال مسلمان فروتن اوه مکه خانی وان فروتن زنگین آسان چد مال وان دا بوده فروتن هر تیشه ماش دست وان سندن ایگو همش خواه پر تجارت کن وانا ازنام بچو پر شیرینه یعنی پر ملت مکه تاجر بون تجارت فهمت کردن زرعت وان تنبون تجارت بون يعني حساب كدوي شولا هاني دا تجارتك خوش كر زنگي بون او قصا لورا عرب دهاتن لوي تشتات صندن ودچون اوانج چو شامي داني جمن اني لوي فروتن موسم وان ابو حج بو عمره بو نظام چبون ملتج حرمتها كعبه قرد چون دهاتن ور حاصل پیغمبر عليه الصلاه والسلام مسلمان را گو والله خبر مرات قافله ابو سفيان تي زهاد فرداد ماشا كرمكم انا پیشاوي اما له خجي بستينن امي انا تماشاكن كان مسلمانه چه حاضريه خجيرات كر طبعا الرسول أخبر المسلمين قال قافلة أبو سفيان قد عاد من الشام ولكن المسلمون لم يتحمسوا للأمر كثيرا لأنهم قالوا ربما كذلك يفوتنا فلم يهتموا بالأمر كثيرا لأنهم قبل ذلك عدة مرات خرجوا القافلة ذهبت خرجوا لم يلحقوا قافلة قالوا ربما هذه المرة كذلك نحن لا نلحق القافلة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني عزم عليهم قليلا ولكن ليس بكثير فخرج مع الرسول عدد حوالي 300 شخص ومعظمهم كانوا يعتقدون بأنهم ربما يلحقوا القافلة أو لا يلحقوا يعودوا مرة أخرى إلى المدينة المنورة لذلك لم يستعدوا للحرب كثيرا وكان غايتهم الخروج للحاق أو اللحوق أو الاستيلاء على القافلة ولكن قدر الله وشيء آخر حصل طبعا دمك پیغمبر مسلمان رگو مسلمان تیسا واکنو پر گرم نبون مورال دل پر نخواست سبب ویجی ام انسان عادتا کی مهیه تشتکی جاره کی دو سید کی وقتی کتنا کی جه هدف خود دل تسارد بهیتی یا آدم ویا یکر چه نبو جاره قدید کی چه نبو جاره سه دوید از بود سه جارت کم چه نبو شخواهی دل وان ناگرلو ام بیجن تخوازی تجارتا کی بکی جاره کی دو سید کی تجارتا تبسر ناکه دل تسار بد تشکی دیش خواد کی عيشة كديد خازي بكي چنا بخبردان كده بيجينا ور حاصل وان صحابيه هانجوات پیغمبر گو قافله ابو سفيان هات پر دلوانتنه بو دركبن چما دلوانتنه بو هفته بره مگو چند جاره دركتن دوتن قافله کی هات چون ولا قافله درباس بو قافله کی تی چون قافله درباس بو يكا دي هات چون نگشتنوي جارك دو سه چار نگشتن قافله هر جار دفلتين يعني يقول أفجي محقق جار كي جوي جاره هانه يعني أفدر كفن در نكفن أم ناكش قافلة وان لا بنسيبهم شواب و بلانك خدا هي ور حاصل أو جاره هانه پر دل مسلمانه تنب ولكن پیغمبر پچیش کی نکاگو گرم در کفن چنا بیانه جماره که هندک تقریبا حوالي در دور 300 حب 310 300 يعني أو قصا صدی صد نوی وان تواش مرا نزانم بیشن صحابه نجمارد یعنی 310 11 12 13 اوقها 300 تشتک ندی حبکی بود درکت تفکیجی درکت اما بیجا بید لیخ درکت جوش خون تشتکتنه یعنی ساما درن والا مهرن ورد تشکیتنه لی سلحی زیدهش بخورانه برنه حیوانه وانتنه تشتکی وانتنه یعنی امیانه پاشه بیجن چی وان هنه ولكن يعني بنیتکی وکا پیش برهما دل پیغمبر نمیله رو مم درته وینیت هانه درکتن چونکی چند جارا چونو تنبو اف نیت هانه ببو سبب کو زیده حاضر نکن گلک صحابهش در نکتن حتی یو وقتیجی خدا سروان فرض نکر بو که پیغمبر چون مجبور پیران فرض نبو اینکی جوان دلوان هبو اینکی جوان دلوان تنبو طبعا ایجام تماشا کن که اوی مقابل چد کرن یعنی پیغمبر جوان را گو اوی مقابل چد کرن اوی آنویجی بیشن طبعا
المسلمون سمعوا بالخبر. كذلك أبا سفيان هو كان المسؤول في القافلة، الرئيس كذلك، هو كان على حذر، هو كان رجل يفهم من التجارة وعمره كبير، له خبرة طويلة في التجارة ومثل هذه الأمور. هو كذلك لم يجلس في مكانه ولم يقل خلاص نذهب ونرجع، لا، كان يخاف بأن يستولى المسلمون على أموالهم. كذلك هو كان يتتبع أخبار المسلمين حتى يأخذ طريقا لا يدخل بين المسلمين أو لا يصادف المسلمين. هو كذلك كان على حذر. هو كان يحب أن يبتعد عن المسلمين، ولكن المسلمون كذلك يحبوا أن يسمعوا أخبارهم. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج كان غايتهم أن يستولوا على أموالهم. كل واحد له نية أخرى. أبو سفيان يريد أن ينجو، المسلمون يريدون أن يستولوا على أموال المسلمين. طبعا أبو سفيان جنكت بخوف يا زانبن تروكي قافلة شفان قرش ياربن أبيك شفاني كرنا ياجي زانبن ياجي محقق اختياري مجمرة قوتنا شفان شعبي خوافت كي قر كينغاتيني لكي جعرت قر هنا تايدي تشياو نوال وتشتهنا با هيا دوي افاي هاني شفت دا قرتي نظام دنيا شوابت بي شاف قرتنا نترسن يعني تجربة يباناجي. ابو سفيان جي بيره يعني قرأكي بيره وساكنو جرابيجن بيره عمري مازنا بلكي بصالات تجارتي كريا بصالات قالك تشياو هاتيه اف ابو سفيان يعني جي دزانه پیغمبر و مسلمان يرحت نايلن او جي چد که خبره توبت که چه هيا چت نمت كدا هرند كدا نچن او جي رحت ناسكنه لو را في مال تفد استيوي ده daha bari gram biye malek belki de tariha خدا تجارکی او قصا قافله کمازن نبرنه قافله مال بلاش ده یا مال مسلمان فروت نشقات و كيف اخنا يعني جبروي هواي ابو سفيان جي قلت بتهديد كمازون بترسا كمازن خبره توبت كر حجبا دورم چي حال چي كي دركت كي در نكت از جواب سلامتي هان وجواب سلامتي برم. اما انا بحث يكون ابو سفيان چوا خبره توبت كر. طبعا ابو سفيان قام بامرين. اولا كان يسبق القافله ويسمع الناس يسالهم هل رايتم احدا ذهب احد اتى احد لم ياتي احد، فرأى بعض الاشخاص قالوا هل سمعتم بشيء؟ قالوا لم نسمع شيء ولكن سمعنا أو رأينا رجلين أتوا إلى المكان الفلاني وذهبوا. ذهب إلى مكان فرأى بعرور بعر كما نقول يعني ما يرميه الجمل حينما يأكل ثور يعني روث الجمل، ففتته رأى داخل التمر فيها النواة، فهم بأن هؤلاء من المسلمين من مكة من المدينة أتوا، قال إن هذا علف دوابهم. فهو سمع الخبر بأن المسلمين قد خرجوا للقائه. ماذا عمل؟ أولا غير اتجاه القافلة، ذهب بهم في طريق آمن حسب نيته. ثانيا أرسل خبرا سريعا إلى مكة وقال الحقونا المسلمون قادمون الحقوا أموالكم كل المال ذهب. فعمل أمرين، غير اتجاه القافلة، ثانيا أرسل يأخذ المدد من مكة حتى يلحق القافلة. أمرين قام به أبو سفيان، وهذا يدل على ذكائه التجاري والأمني. أبو سفيان شكر أنا يا أبو سفيان بجن أبو سفيان بريا قافلة دركت خبر برسكر كي هيا كي تنا كي شو كي سؤالتك يا جا شو هيا شتنا هناك إنسان ديت جو وقت شتكي غريب ليرا ديت يقول نا وردا ويدا چوندن هاتن سيار پایا سوارو پایا اونزانه چنه نوسا سياره بالحسبانه گو سيارو پایا کی هات گولا دحب سيار هاتن آل فلان جيهانه ساكن بنداره کی چه او چون جوكات هر تماشاكم چه بونه وانا دشه بشكل دوا ددنه بشكل اونزانه چنه تشتي دعوت كن تصديق دابجي هورت که عقله گربك يعني جاسوسي استخباراتي افه دنيرات دندك خرمات دهنه اوه والله دوی وانا دوی مدینه نه مدینه خرمات ده حیوان خوب وانا حیوان وان خرما خورنه وانا بشکل دوی وانن فهمت که دوی خواده دورم خرابه يعني واجامه راحت حتنا فرج هاتنا دمك اوجب دو مكتنا كاملكنا عجلات دتشتات كابو سفيان غير بكش يعني نكرج نحفر مجرام ساكنو بيجن بنيته تجارته شفاني في قافله هانيه يك تو قاصد كرديد بجن قاصد الشيكي قاصدك عجلات شينه دبي بفره هرمكه بيجا هوار محمد هات قافله متفشو افي سواري هانيجي اوجي
تركيا ما بين فرلما او جوا عفريته يعني وقت جنايه حسب خسيار بعد تشي جلي قطان دي سرچعبي خو خيني كريه اف سرچعبي تي خوينتي هوا امداد بقيش نيك محمد مالي وبر امداد وقير قيراويه وخلا حرديت خو حاصل ساكن وك تماشي كرن خيل جاني هاتيه جلي قطان دي چكريه گفت خاده مالا مخربو دویده خبره کیشان یعنی نگوده هیدی هره نه عجله هره و دنیای خراک سری وانده بیجه برازار مچ قتلی که اوید دوی ابو سفیان چکر ریا خو گوهرد ریا کتیده نورمال دچن تری کادی داچو وقت نسکنی عجله که یعنی تخمین کرد گول لگور تخمین من ای بسلمان ورن وی ریهانی ریا که نورمال تیدا چنتینی از ایرو ریا خو بگارین از آوا بزبن و از عجله بکم ابو سفیان وان هر دو تشتهانه کرد و عجله شو او هدي شو طبعا هاي مسلمان برجيتنا يعني مسلمان نزانا مسألة شيء ولكن ابو سفيان وظيفه كريه خبرشان مكي دويدا جو على رم زوب جيل مالا مخربو اما دو بلكي نات ناس بشتا خوان غير نات بلي ناك عيش وانا يعني تشكي بيرم قركام بقرم بيج مال دسته تدا و تي انسان كي خراب دركته مال مش من بستينن از كاروان خود ريكا دي دابم وي وظيفه هاني كر ابو سفيان بفي شكل هاني دسته مسلمانه فلتي او شو اجام تماشاكن كا مسلمانه شكر طبعا المسلمون ابو سفيان عمل الاثنين المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان يجمع الاخبار ماذا حصل لم يحصل فتأكد لدى المسلمين بأن القافلة قد ذهبت لأنهم وصلوا إلى مكان وسمعوا بأن القافلة غيرت الاتجاه قالوا القافلة ذهبت كذلك سمعوا بأن المشركين يستعدون للحرب ولكن المسلمون كرهوا هذا الخبر لم يعجبهم بأنهم سيصادفون القافلة العسكرية فلم يعجبهم الأمر ولكن الله عز وجل قطع الأمر وقال خلاص ذهب المال وعليكم أن تستعدوا للقتال فالله عز وجل حزم الأمر والمسلمون تأكدوا ولكن في الداخل لا يحب هذا ولكن يجمع الأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك هو بنفسه مع أبا بكر خرج هو كذلك يجمع الأخبار ماذا حصل ماذا لم يحصل في سرية تامة ولكن يجمع الأخبار ماذا حصل وماذا لم يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يتابع الأخبار ويحلل ماذا يمكن ماذا لا يمكن ماذا نتوقع أو ما هو المفروض أو المطلوب كذلك كان على حذر تام يجمع الأخبار ولا يعطي سره لأحد هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كافر تشتاكرن أبو سفيان خبرشان و كاروان خبرت في خنبر جناسكنا شو بنيته قافله شو ولكن باشا فهم كرن كو قافله شو فهم كرن قافله نما ولكن خبر كي هاد جويوان ولا كافر جوا خو حاضر كن شر يورن فقط حتى وي وقت يجي مسلمان في خبر الخوش والنات يا قوم مش خاب نيته تجارتيات نماتنا قافله خو مال خوش وان بستينن امنيته شر ناتنه چه قصه خبر جوانا دهات جي دغو كافر ايورن جبون شر مسلمان اجبي خبري حسنت كر حتى دحب جاسوسا قرتبون مسلمان دحب عسكرا يعني بجن خدمت كارا قرتن بوتن وكينا پیغمبر لمش كر وانا گو والله ابي عسكري ما كينم خدمت شي وان هاتنا اوج وانا توبت كن خوشوانات مسلمان خوشوان می خبر ناتلوان خستن راست خبر ده پیغمبرش قال مش که سنت کی لمش کیت که لوان خست چند داره لوان خست گو نه گو ام قافله ابو سفیان گو تمام راست خبر ده خوش مسلمان نداد گو قال حرب بکن هجا حاضر نبو نیت ما نبو جمرن نترس اما دو نیت حرب ناتن نیت تجارت مال خستن پیغمبر سلام دا گویا جامعه راست خبر ده ولوان خست داره و کرن و جوان یقین کرد چاوا یا رسول خدا گوانا ابي كافر مكينه اي شرم گوانا قافله نن مراقه نكن گو لخوش ونات وبيجن وانا ابي ابو جهل يعني ابي عسكرانه گو اخوس بيجن وانا ابي تجارت نقول راس قوتن والواخس دروا كن ودر جوان بردا سكني پیغمبر زانه بو رب العالمين هم بعاقل پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمازن بو همجي رب العالمين دا نشان دان پیغمبر گو جمارا وان كان حبين قولا من نظام فقيرة عاقل تماشي كنت تشوى تشتاف عم بك يعني قو باكي روي كان حب حيوانات خن والله دي حب نيحب دفه هنا دفه مازر روي روكي نيحبا دكين روكي دي حبا
پیغمبر گو جماره واج 900 حتی هزاری ندمک بنی افیا عاقله کی مازن هر کس یعنی یکا گندیان نلو بيجي والله ميفاني فلان كاسات ناري كان حمريشكا شارجه كر سي حمريشكا اي دمك يحبكيات يعني قالت انا بمريشكا كي كان حباره دار باصله لقول عرفوا عادت يعني حشترك يعني حشتر معناه دفا كي دمك نورمال نوط حب صاد حب دخل يعني ايقوت روجا كي نه روجا كي ده دمك نه صاد يجي حزار نه صاد و بينجي حزار وده نه صاد و هفته حشت بي آردانه پیغمبر گو کی نوان دهاتنه گو والله فلان کس و فلان کس و فلان کس و فلان کس تفجي ظلام مازن يعني مازن بعمر مازن عشيرة خو أبو جهل وعتبة ووليدة ونظام كيا وكيا وكيا پیغمبر گو والله مسكيني جوارا گو مكي تفكي سري خويا مازن جوارا شاندية هاتن تف سري مازن هاتن جوارا وان حاصل مسلمان حتى بي وقتش كيف وانا الشر لي خدا عز وجل آيات شان گو اوچو گو اوه كنت خازن اوچو كاروان تنهيدي كاروان جو عقلي خدار خن لبيشيا وشرمايه ونجبي شريانه رخ حاضر كن طبعا بشتوي پیغمبر عليه الصلاه والسلام مسلمان رغولا قافله قديا ليجا هاي وجه هبه ام خوش تشتكي دين رخ حاضر كن خدا گو چو گو اوه شيرين قديا گو اوه دين ما يعني حتى خدا كلمات خدا گو انت خوازن گله بدري دري زانچ ندرك گو انت خوازن تريدون ان غير ذات الشوكه غير شوكه دركن گون آب گوکا بجا گله بیدر تخوازن استریک تخوازن گله خدا استریات کرد سیده و یعنی شرحه مالتنه يعني مسلمان ايدي خوشبيار حاضر كر قيام خبر انت ام بخينك ابو كافر بلان وان شبو طبعا المشركون بعدما اتاهم الخبر مرة اخرى ابا سفيان ارسل اليهم وقال نحن قد نجونا بالقافلة ارجعوا ولكنهم كان لديهم عقل اخرى وعلى راسهم ابا جهل قالوا لن نعود إلا أن نذهب إلى آبار بدر. بدر كان منطقة يجتمع فيه تجار العرب في سنة مرة واحدة، جبل هناك آبار ما يجتمعون إليه للتجارة، فقال نذهب إلى هناك ونبقى هناك 3 أيام نأكل نشرب نرقص نفعل ما نحب حتى العرب يسمع بنا ويخاف منا أبد الدهر. عمل سياسي يعني هذا، علينا أن نظهر للعالم بأننا أقوياء. لو رجعنا من قال بأن محمد مرة أخرى لن يفعل هذا، ولكن إذا ذهبنا إلى هناك وبقينا 3 أيام وأرسلنا الخبر للعرب نحن هكذا 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 سيخاف منا أبد الدهر، سيبقى هذا لنا. هذا كان خطته، ولذلك استمر. أصدقائه قالوا نعود يا أخي خلاص انتهى القافلة. أصدقائه كان لديهم الرحم أكثر، ولكن أبا جهل كان رجل غريب وعجيب، رجل صادق في عناده، على الإنسان أن يحترم عناده لأنه معاند إلى الموت. خلاص يعني هذا كذلك لا يوجد عند كثير من الناس، فقال خلاص أنا هكذا. فقرر بالجنود أن يذهب إلى بدر ويبقى هناك 3 أيام يأكل يشرب يرقص حتى العرب يسمع ويخاف منه. هذا كان خطته خطة أبا جهل قائد الجيوش المشركة. أبو جهل بيشتك أبو سفيان فلتي قافلة خبر كادي جوان عشان بوستا كادي نتشو قهرن جوانا بيجا من قافلة خلاص كر بزغر حوجنا كنجن. ليه أبو سفيان عبارة أبو جهل سياسي يعرف يزان بن يعني سياسات برتشتكي مهمة إنك تشتادا بيشا خد بديني حساب تشتكي يعني سياسات أبا معنوي بيشا خد بديني جتهلكا برا عاقل معناه سياسات أبا سياسات أبو إسلام جمرات بيجا. أبو سفيان جي سياسي كي مازم وجالي كده إيمانا يتنبو إيمانا يبو نبر غريب فقط إيمانا يتنبو. أبو سفيان أبو جهل قو بني قالوا جماعتي قو أنا وخبر هات قو كاروان ما خلاص بو أم بزفرن وزان قو قيمتها ما هدي نامنه قوي ملات مرة بيجا محمد قيشتي درجة كي يدي الريا واند براي وانا نكارن تجارته يمكن هذه إيرو فلتي إيس بجار قدي ورا سريمة چنا بفيا قرأ أم درسة كي بدن تيشب كي قوي مهرن بدر منطقة كي نابرا مكو مدينة دا تدا آف هنا بير آفه تدا هنا منطقة كي چيا كي نوالا كي خوش الجي كي ساكنوه من ندي تيجا خدا بكن سيبم جار كي باش دفه عرب ساله جار كي دهات اللي ودا توب تبون شو تجارت اكيد كرن بازار اكيد دادان يعني قو امي هرن لوي امي سيروج وسي شب لوي بن بخنو وفخنو رقص بكنو عراق برا بدن ما وحيوان شرجكنو كاشكس مرا برقصن برا هر كس بزان بم هاتنا لفر
جبوني حتى عرب تبج ما بترسن حتى ام هاتم برا ام بيج ام هاتم كا محمد جوای رابیا چو برا هر کس قیمتا ما بزن بك ام تشخاصا ما ظنن يا تشتكي سياسيه يعني قابكو بزفرين قيمتها ونامينه بيج والله او جبوني مال دركتن ونهيرتكو محمد دركتي رافين شو المال اخو ملاتي وها بيجتن كاج هر كسي را بيجي اجبوني تجارت اخو شو مناك كسكي بيفهمناك ابو جهل شيطانك مازن بو يعني جو ام قرا وها بكن شر دبنا بكيف وان زانه بره هر کس بزان امچنه جبوني هر کس ما بترسه بلان ابو جهل اوه وبراستيجي شو كم تماشاكن بلانا پیغمبر چی عجبا او با عقل قی حاشا بسلمان ما نبع عقلم تماشاكن كايجا بسلمان ما قاصه پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام چه بلان بروجاوي هنا طبعا بعدما قرر المشركون ان ياتوا الى بدر حتى يسمعوا العالم بانهم اقوياء العرب الرسول كان اذكى منهم وهو كذلك كان يدري وكان يعلم غاية أبا جهل في الإصرار على الحرب حتى يسمع للعرب بأنه قوي. الرسول كذلك قال لصحابته بمعنى الكلمة إذا رجعنا انتهينا. خلي بالكم سيقول الناس بأنهم حينما سمعوا بخروج المشركين خافوا وذهبوا إلى بلدهم مهما يكن النتيجة فعلينا أن نذهب ونثبت لهم الحرب الحرب السلام السلام ولكن لن نعود إذا عدنا انتهينا. لأنه إلى هذا اليوم كان هناك قبائل عربية في اتفاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحترمونه وعلى أساس يخافون منهم تجنبا لشر المسلمين القوة الجديدة الموجودة في المدينة. فالرسول كان يدري كل هذا البعد كذلك أصر أن يذهب إلى هناك وكان يستشير الصحابة ماذا تقولون؟ أبا بكر وعمر وبعض الصحابة من المهاجرين قالوا يا رسول الله أنت قائدنا ورسولنا اذهب فنحن معك. ولكن الرسول كان يحب أن يطمئن ويتأكد من الصف الداخلي الأنصار هل معه أم لا. خرج مع الرسول كثير من الأنصار ولكن كان بين الرسول والأنصار اتفاقية بأنهم سيدافعوا عن الرسول في المدينة وليس في الخارج. فالرسول صلى الله عليه وسلم حصل أمر جديد ويحب أن يسمع. في الأخير أحد الصحابة من الأنصار فهم بأن الرسول يقصدهم لأن الرسول كان يقول أشيروا علي قولوا ماذا تقولون. في الأخير قال يا رسول الله كأنك تقصدنا. قال نعم أقصدكم أنتم القوة الجديدة الذي بيننا اتفاق ولكن ليس هنا اتفاقنا مضمونه داخل المدينة. قال آمنا بك وصدقناك كلام جميل اذهب على بركة الله فنحن معك. فالرسول فرح بهذا الأمر كثيرا ووحد الجيش. قال علينا أن نذهب. في الجمعة القادمة إن شاء الله سنتكلم كيف كان النتيجة ولكن اليوم البداية للحرب. پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكري جاء فهم كل مسألة شيء جرهرة ولكن بروبلمك پیغمبر هبو أب سلمانه بروبلمك كيوان هبو دنوا صحابيه که پیغمبر هاتنه هنک جوان ملت مکیه هنکی جوان جی ملت مدینه انصار و مهاجر. پیغمبر جی صلی الله علیه و سلم به انصار را کنترات که امضا که آبید یعنی سوزا کی دانه پیغمبر گفت نه رسول خدا لما مدینه چه هات سرته ام شر بکن لما مدینه ولکن قاره دروای مدینه نکرنه دروای مدینه تشکیتنه. پیغمبر جی صلی الله علیه و سلم زانه اویات تشکی نوه شرکیه 150 کیلومتر دروای مدینه اوانا عجباش في صوزي راهنه تنن. پیغمبر خوازه فهم بکه جا چوایه راست صحابی وینه اما نخوازه تشتکی لسروان فرض بکه ولا تیوری وکا بجا ولا سکتب دحفکاته یا رسول خدا دحفک توزاقه یعنی من یتاویه تنبو. پیغمبر صحابیه توب کر جوانا گو یعنی بان دا فهم کری مسئله مهمه گره هرن چکی بکن اما دخوازه وان صحابیه پیرا تفدل وان یکبه گو جاجمرا بیجن فکره و چیه ام هرن ام نچن. کلمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیکتاتور نبو استشاره شورا یعنی سوال کر شورت کر گو جاجمرا بیجن فکره و چیه جاجمرا بیجن جاره کی گو ابو بکر گو یا رسول خدا ام بترانه هره پیغمبر تیسا گوش مرا بیجن فکره و چیه جارک د دو سه هر جاره یک ملت مکه صا مهاجر بیجن ام بترانه پیغمبر ناسین هر دم بیجن کاش مرا بیجن فکره و چیه. حتى سعد كري عبادة صحابي كي صحابي مدينة أب سعد هاني عفوا سعد كري معاص سعد قو يا رسول خدا قو وكا قصة بأم بنفسه خاطي بيج أم فكرة بيجن قو يا ريت خاطي مو فكرة بيجن أبيكو أزبوان نأمينم يجي نمجبورن آلي كاريان بكن ونن
جماره وان 150 حبكي فلان بلكي زيتره جماره وان زيده يعني برن وما بهبره بازار كي كري المدينه ونالي كاريا ممكن من المدينه نم دربانه وجمرات بيجن چه اویاجی پر خبردانه که خوش کو يعني او کامera گویا رسول خدا گو ما امام تانی پیغمبر خدا مشتا یقین جی کر تو بيجي از بكم في بحره مبترى بكم في بحره هنجيت قد مراقنا كيقول كذا هري امترانا ما امام تانيت پیغمبر خدای امتبتن نايلن وقتی في كلمه انا يقول اصلا كيف پیغمبر هات وي وقت فهم كركو مجاهده کو پیراتنا تب يكن يعني يك نكره بيجا والله تحيل المكر يا رسول خدا والله نيتام تنبونا تنتفكا وكاميرا عبد الله كيباك جو ام بترانا يا رسول خدا مسوز دايتك پیغمبر خدای ام حوالتنا مبترى ورن پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایدی دلی کد جی صدی صد حوالی تابان پیرا راستن و چارتن هرن شر دست بکه یعنی حساب خوی شر یعنی کرن هفته هاتی امن مرن به اذن خدا ام بیجن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه پلان و پروژه شر دانی او کافر چه دانی شر وان چوا دست بکر ام بیجن ما ایرو دست بک شر بدر درش کرد و روانه مهم بون شر عولنا بر مسلمان و کافر دا که تاریخ هات گوهرتن وی شریانه دا تاریخ هات گوهرتن ناو مسلمان ابو ناو کیدن مکجی بون تشتکیدن ملت مکه نه مکه ملت مکه جی بون تشتکیدن حتی وی وقت گوتن فقیر وان سیوی وان یتیم وان ام کردی اقدم بلنگاز یعنی اوی نتشت فشتوی گوتن والله دی میرن الله الله نه امران يعني دركت خدا عز وجل خير وقوته بكنسيب ان شاء الله ام بحثاوي بكن باذن خدا ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.